يا أهلا بالغاليين اللي من قلبي قريبين. تخيل لو واحد وكل بنتك سحر مأكول وهدفه إنه ياخدها منك ويتحكم فيها، وبرغم من الأمر ده غصب عنك لأن مالكش أي سيطرة عليها، ولما جيت تمنعه بنتك هي اللي وقفت لك وحاولت تقتلك بإيديها. وأنا آسف إني طولت عليكم، ويلا بينا. بيبدأ الفيلم بأسرة جميلة بتحب بعض ومتفاهمة جدا، مكونة من 4 أفراد. الأب اسمه كبير، والأم اسمها جيوتي، وبنتهم جانفي، وابنهم درو. كبير خد ابنه درو وراحوا علشان يجيبوا جانفي من الكلية بعد ما خلصت محاضراتها، لكن كبير لاحظ إن بنته بتتكلم مع الشباب وبتحضن ده وبتركب مع ده موتوسيكل وبتكلم ده، ولأنه كان أب كيوت ومتفتح جدا ما كانش همه غير سعادة بنته، وعلى طول كان بيقول خليها تعيش سنها. ولما روحوا البيت جانفي كانت بتتحايل على ابوها وامها انها تطلع رحله مع 10 شباب وهي لوحدها، لكن الام كانت رافضه ده بشده، ولان الاب زي ما قلنا اوبن بوفيه فسمح لبنته تطلع الرحله بس على شرط تشاركوا موقعها على التليفون. ساعتها البنت اترددت في الاول لكن وافقت في الاخر. الله يرحمك يابا، ما كنتش بتخليني انزل حتى الشارع غير بحساب. وعلشان الاب يزود كرمه قال لهم هنقضي اجازه الاسبوع في بيتنا في المزرعه، ولان المسافه بعيده الاب والام قرروا يقفوا قدام اقرب مطعم علشان يتغدوا ويشربوا شويه شاي. ولما طلبوا الاكل جانفي رفضت تاكل علشان الاكل فيه زيت ودهون كتير وهي مش حابه ده. واثناء ما هم بياكلوا كبير ندى على الجرسون وقال له هات لي كوبايتين شاي، لكن اتفاجئ ان الجرسون بيقول له خدمتنا هنا انك لازم تدفع الاول في الكاشير. ولما راح للكاشير يدفع الفلوس الكاشير قال له مش معايا فكه. رد عليه كبير وقال له خد تمن الاكل مع الشاي. قال له الكاشير انا باخد تمن الشاي بس، لكن في كاشير تاني مخصص للاكل. اتضايق كبير جدا وسابه ومشي ورجع قعد مكانه وقال لمراته شوف لنا اي فلوس فكه في الشنطه معاكي. وهي بتدور اتفاجئوا بشخص غريب جايب لهم كوبايتين شاي وبيقول لهم اتفضلوا الشاي. كبير اتحرج منه وقال له الشخص الغريب ده مبلغ بسيط جدا، ويا سيدي ممكن في يوم تقابلني صدفه ويبقى عازمني على فنجان شاي. وسابهم الشخص وقعد على ترابيزه جنبهم. فاتحرج الاب من الشخص الغريب وطلب منه ينضم معاهم، لكن الشخص ده قال للاب انتم بتقضوا وقت عائلي مع بعض فمش من المحبب يكون في وسطكم شخص غريب. صمم كبير انه ينضم معاهم. قال له الغريب مادام انت مصمم انا ما اقدرش اكسفك. في الاول عرفهم بنفسه وان اسمه فان راج، وابتدى الاب يعرفه على افراد اسرته واحد واحد. فان راج وهو بيشرب معاهم الشاي اتفاجئ ان جانفي بتقول له من فضلك ابعد الشاي ده عني لاني مش طايقه ريحته، وما تستهونوش يا غاليين لان التفاصيل البسيطه دي وراها موضوع كبير. وفتح فان راج نمط تليفونه قدام كبير وورى الكبير صوره وقال له دي بنتي، وابتدى ينفرد بجانفي في الكلام ويسالها عن مدرستها وهي في الصف الكام، وسالها عن هواياتها. وفي اللحظة دي جه تليفون لكبير فانفرد أكثر بجانفي وقال لها أنا عايز أطلب أكل بس لأني ما جبتش نضارتي مش شايف الكلام. وهي بتوصف له إيه مكتوب في المنيو. طلع من جيبه علبة فيها قطعة حلوى واحدة وقال لها أنا هاكل الفراخ وإنتي كل الحلويات. وبعد ما أكلت قطعة الحلوى اتسمرت مكانها. والتفت فجأة عليه وبصت له بثبات، واتضح لنا ان قطعة الحلوى دي عبارة عن سحر وهي المقصودة بيه. وفجأة امرها تاكل الاكل اللي ما كانتش بتحب تاكله، وبقت عبدة خاضعة وبتنفذ اي امر يأمرها بيه. خدت الامر وخلصت اللي في الطبق كله، دي حتى ما سابتش اي فتفوتة فيه. وبعد ما خلصت بصت له وبصلها وامرها تشرب مية، وبعد ما شربت بصت له تاني انها بتقول له انا خلصت الامر ومستنيه الامر الجديد. وكان اخر امر انها تقول لابوها انها عايزه تروح. وكان الاب والام مستغربين جدا من افعال بنتهم. واثناء ما هم مروحين كان ابوها واخوها بيشتروا شويه حاجات، انما اتفاجئنا بفان راج بيخبط على ازاز العربيه وبيديلها باكو بسكويت وبيأمرها انها قبل ما توصل تكون مخلصاه. وبعد ما وصلوا اتفاجئت الام بوجود فان راج قدام باب بيتهم بيستأذن في الدخول. ولما قالت لكبير جوزها استغرب من وجوده ولكن رحب بيه. فان راج قال له انه كان قريب من هنا وشاف العربية بتاعته، وكان بيقول ان تليفونه فصل شحن
وجاي عنده علشان يشحن تليفونه وكمان يشرب فنجان شاي وبالمرة يعوض الجميلة بتاعت كوباية الشاي اللي عزموا عليها. وطلب فان راج من جيوتي كوباية شاي، وهي كان باين عليها انها متضايقة من وجوده جدا ومستغربة انه عرف بيتها ازاي، وفرض سيطرته على البيت مش محترم اي حد. ونزلت البنت وقعد معاها وبقت تحكي له عن مغامراتها العاطفية وانها بتحب واحد اسمه فيفان، وطلع رحلة تخييم معاه ومع 9 شباب كمان. رد عليها وقال لها ابوكي وامك سايبين لك الحبل على الاخر، ابوكي وامك مطلعينك مع 10 شباب بس انت مش هتروحي. قالت له ليه؟ قال لها لانك هتيجي معايا في بيتي الى الابد، وافقي، هتحبي المكان هناك، قولي حاضر. وكانت لسه هتقول حاضر خبطها اخوها بالكوره وقال لها تعالي العبي معايا على المرجيحه. قال لها جنفي اخرجي العبي على المرجيحه مع اخوكي، وياكي تتوقفي وخليه يكره اللعب ويحرم يقولك العبي معايا تاني. وده كان امر. والاب والام سمعوا صراخ ابنهم وبنتهم مركباه على المرجيحه وعماله تعلى وتعلى، والولد خاف جدا وحصل له حاله اغماء. والاب والام حاولوا يطلبوا من بنتهم تتوقف لكن ما كانتش سامعه كلامهم نهائيا. ولما امرها فان راج بالتوقف وقفت على طول. فان راج دخل على الاب وقال له بصراحه انت اللي غلطان، انت اللي دلعت عيالك جدا. قال له ومين سمح لك تتدخل؟ دي مساله شخصيه انت ما تعرفش عنها حاجه. قال له لا انا اعرف كتير، بنتك هتطلع رحله مع حبيبها و10 شباب تانيين. الام سالت بنتها وقالت لها انت قلتي له على الكلام ده؟ قالت لها مش عارفه يا امي، انا حاسه كل ما يقول لي امر لازم انفذه غصب عني. رد فان راج وقال لهم كلامها صح، تحبوا تشوفوا اثبات على كده؟ وبص على جنفي وامرها تتصل بحبيبها وتقول له انها منفصله عنه وانها مش هتروح الرحله معاهم، وكمان امرها تعمل له حظ. ونفذت الامر واستدهشت الاب والام من الامر الغريب ده. ساعتها الاب خد البالطو بتاع فان راج وسحبه من ايده وكان عايز يطرده بره بيته، ولكن فان راج قال لجنفي ابوكي عايز يطردني من البيت وامرها توقفه. وساعتها نفذت الامر ومنعت ابوها يطرد الساعة وسط صراخ واندهاش الاب وكمان زقته. ساعتها الاب والام كانوا مستغربين ومندهشين بيبصوا لبعض ومش عارفين يعالجوا الموقف الغريب ده. وقال لهم فان راج لسه مش فاهمين، جنفي لازم تنفذ كل امر انا بامرها بيه. بص عليه الاب وقال له ايه اللي انت عملته في بنتي؟ رد عليه فان راج وقال له خمن انا عملت فيها ايه. قال له يلا خمن انا عملت في بنتك ايه. بصت الام في اندهاش وقالت السحر، السحر الاسود. بص على الام وقال لها برافو عليكي هو ده، وبنتك دلوقتي تحت تأثير تعويذتي. قال له عارف معنى كده ايه؟ بنتك بقت زي اللعبة في ايدي وانا اللي بديرها. رد الاب وقال له ايه التخاريف دي؟ قال له انا هثبت لك، تعالي يا جنفي اقعدي هنا. لا 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 اقفي، ولا اقول لك اقعدي. لا 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 اقفي، لا اقعدي. وفضل يوقفها ويقعدها وسط اندهاش الاب والام، وبص لهم وقال لهم ايه مش كفايه كده؟ لا في كمان. جنفي عيطي زي الاطفال، علي صوتك شويه، اصرخي وانت بتعيطي. الاب والام كانوا متسمرين ومستغربين، والبنت بتبكي وبتصرخ من غير اي سبب مقنع، وان كل ما في الامر ان كل ما يطلب منها طلب بتنفذه على طول. وفجأة فان راج قال لها كفاية عياط، وكان في صوت رعد وبرق جامد. ساعتها قال لها الجو جميل وادالها امر تجري وتنزل في حمام السباحة وما تطلعش منه غير لما ينده لها. الاب والام حاولوا يمسكوها لكن الامر اللي هي واخداه بالنسبة لها عبارة عن حياة او موت. قعدت تصرخ وتزق ابوها، والاب كان بيسأل الساحر انت بتعمل كده ليه؟ قال له فان راج بكل السخرية قول لي حضرتك. ايوه قول لي حضرتك بتعمل كده ليه؟ خليك محترم. قال له حضرتك بتعمل كده ليه؟ فان راج ندى على جنفي وقال لها خلاص اقعدي، وقال لهم علشان اجاوبكم لازم تحطوا كل تليفوناتكم على الترابيزة. ونفذوا الامر، وبدأ فان راج يطلب من جنفي انها تكسر التليفونات وتدمرهم تماما، وقال لها كمان اقطعي سلك التليفون الارضي وكل وصلات الانترنت علشان ما يكونش ليهم اي وسيله مساعده. وقال لها بعد كده هاتي باكو الشاي ونفذت كمان الامر. قال لهم فاكرين بنتكم قالت ايه الصبح؟ انا ما بحبش ريحه الشاي. ادالها امر وقال لها كلي علبه الشاي كلها، وبدات تاكل علبه الشاي بطريقه غريبه، وكانت مش قادره تحط الشاي على بقها وكان نفسها هيروح. وامها حاولت تمسكها لكن ما عرفتش تسيطر عليها، ولما حاول ابوها يمسكها زقته وادالها امر تضرب ابوها بالقلم وضربته. ومن هنا كانت المفاجاه،
حصلت حالة ذهول وسكوت ما بين الكل. الأب والأم لسه مذهولين برغم إن البنت قالت لأبوها أنا آسفة في وسط ضحكات وسخرية الساحر فانراج. والأم كانت بتبكي والأب كان مصدوم وهم شايفين بنتهم بتعمل مساج للساحر قدام عينيهم. ساعتها الأم توسلت للساحر وقالت له حرام عليه، إيه اللي إحنا عملناه لك علشان تعمل كده؟ قال لهم بصراحة انتم ما عملتوليش حاجة، لكن لازم اخد منكم بنتكم بموافقتكم طبعا، وكل اللي مطلوب تعملوه ترفعوا ايديكم وتقولوا قدام بنتكم انكم وهبتوها ليا مدى الحياة. الاب قال له ده مش هيحصل ابدا. رد السحر وقال له هيحصل وبموافقتكم، فكر انت ومراتك وقول لي قرارك. قال له الاب قرارنا مش هيتغير. رد عليه السحر وقال له اياك تختبر صبري، انا بطبيعتي متقلب لما الناس تعيط وتصرخ قدام عينيا وتتوسل وتتألم، دي اكتر حاجه بتسعدني، واكتر حاجه بتسعدني منظر الدم، بحس بالسعاده. لو استمريت بالرفض هضطر اتجاوز حدودي ومش هتتحملوا اللي انا هعمله. وضرب برجله جنفي. ساعتها جري عليه الاب ومسك فيه وقعد يضربه في وشه وينتقم منه. ولما حس الساحر بالهزيمه نادى على جنفي وبصوت عالي قال لها جنفي كسري دماغ اخوكي. الام حاولت تمسكها وفلتت منها وجريت على اخوها وضربت راسه في سور السلم والولد اغمى عليه. ساعتها الساحر قعد يضحك وجرس الباب رن. كلهم بصوا لبعض وبقوا مستغربين، ونتفاجئ ان الشرطه واقفه على الباب وبتحاول تدخل. ولما ما حدش رد عليهم الضابط لقى باب البيت مفتوح، وبعد ما دخلوا البيت شافوهم كلهم قاعدين ولا كأن حاجه حصلت. والضابط قال في رقم تليفون رن من هنا وكان بيطلب مساعدتنا، وكان ده رقم الام. ساعتها الاب ادعى ان ابنهم هو اللي بعت رسائل الاستغاثه، والضابط ما كانش مقتنع بس بلع الكلام وخلاص، وقال لهم لو انتم حاولتم تبعتوا انذار كاذب تاني مش هنسأل فيكم حتى لو الانذار ده كان صحيح. ولسه بيلف وشه وهو ماشي رجع لهم تاني وبص لهم وقال لهم في ريحة غاز جامدة، انتم عندكم تسريب في الغاز. كبير حاول يتوهه في الكلام ودخلت مراته المطبخ، وبنشوف ان البنت واخده امر تفتح انبوبه الغاز وماسكه علبه الكبريت ومستنيه امر بتفجير البيت. ومنظر الام كان مؤلم جدا، وهي فعلا اللي بعتت الرساله وكانت مخبيه تليفونها في علبه الرز. وبعد ما خدت تليفونها الضابط كان هيدخل وراها لكن وقفته وقالت له ان التليفون اهو والرسائل اللي اتبعتت فعلا عن طريق ابنهم، وبتتاسف له عن الازعاج اللي حصل منهم. وده بيبين لنا ان الاب والام كانوا مضطرين ما يتكلموش قدام الشرطة لأن جنفي كانت هتفجر البيت. واتمنى من حضرتك لو وصلت لغاية هنا تقييمك في أدائي علشان أحاول أحسن من نفسي. بستنى حضراتكم في التعليقات. وبعد ما مشيت الشرطة دخلت الأم المطبخ، شافت بنتها بتترعش وهي ماسكة علبة الكبريت ومستنية أوامر الساحر. وخرجت الأم وجريت على الساحر وطلبت منه إن بنتها تتوقف على اللي بتعمله، لكن الساحر فنراج شاور لها على التليفون اللي هي كانت مخبياه وقال لها تكسره الأول. وبعد ما كسرته نده لجنفي وقال لها الغي الخطة. وكان الأب حاضن ابنه اللي كان بينزف وبتوسل للساحر انه يسيبه يوديه للمستشفى وهيديله فلوس كتير. وكبير قال له كمان لو عايزنا اتنازل لك على بيتي انا هتنازل لك عنه، بس سيبنا وامشي. رد الساحر وقال له جميل حلو قوي، هاخد كل الفلوس والمجوهرات اللي في البيت. وبقوا بيجمعوا كل الفلوس والمجوهرات اللي في البيت بسرعه شديده وسلمها للساحر اللي بدأ فعلا ياخد هدومه وشنطه الفلوس والمجوهرات وقال لهم انا اسف ليكم جدا، وسلم عليهم باستهزاء وخرج بره البيت. وقفل الاب باب البيت وحضن بنته وقعد يحاول يكلمها لكن البنت كانت خرصه ومتسمره. الاب والام جريوا ناحيه الباب، وبعد ما فتحوا الباب اتفاجئوا ان الساحر مولع في الشنطه وبيقول لهم انتوا فاكرين انكم هتشتروني بالفلوس دي؟ مشكلتكم انتم البشر، لما ما يكونش عندكم الفلوس تدعوا ربنا يجيب لكم الفلوس، ولما يكون عندكم الفلوس تفتكروا انكم ممكن تشتروا بيها اي حد. اللي انتم ما تعرفوش عني انا مش ببيع نفسي بالفلوس علشان انا مش بشر واتجوزت نقط الضعف البشريه دي. انتم حتى ما تعرفوش انتم بتتعاملوا مع مين. انا عمري ما اختار حد واعفو عنه ابدا. وقعد يتفاخر بقوته وان مفيش حد يقدر يغلبه، وكانوا مرعوبين وخايفين ومستغربين، واليأس رجع لهم من جديد. ونده على جنفي وقال لها انت كنت عارفه ان التليفون بتاع امك في صندوق الرز، ما قلتليش ليه؟ انت عملتي غلطه ولازم تتعاقبي. وامرها تضرب نفسها وما كانش عاجبه اي قلم بتضربه لنفسها، وكان عمال يقول لها اضربي نفسك بقوه اكبر وبيخليها تعيده تاني، لدرجه انها كانت بتنزف دم وما خلاهاش حتى تتوقف عن الضرب. وكان بيقول لها لازم ابوكي وامك يسمعوا صوت القلم علشان تأدبوا. والاب والام كانوا في قمه الحزن والاسى وكانوا بيبكوا ومش قادرين يعملوا اي حاجه. والاب
الأب ما استحملش يشوف بنته بالشكل ده، سابهم وطلع فوق لابنه. ساعتها الساحر أمر جانفي تاخد تليفونه وتشغل الأغاني وترقص، والبنت فضلت ترقص بالإكراه، وأمرها إنها ما تتوقفش عن الرقص، وفضلت ترقص ساعة كاملة بدون توقف. وبقى بيستفز والدتها وبيقول لها إن بنتك رقصها باحتراف، وأكيد أنت اللي علمتيها كده. وسأل والدتها إنها جاهزة تتخلى عن بنتها وتوهبها له، وشاورت بالرفض وقال لهم أنتم عيلة عنيدة جدا. وأمر جانفي ترقص أسرع لغاية ما البنت ظهر عليها إعياء شديد، ومن كتر التعب ما بقتش عارفة تقف على رجليها، وبقى يقول لها أنت لسه صغيرة، وأمرها تكمل رقص لغاية ما الموبايل بطاريته ضعفت وتوقفت الموسيقى، والموسيقى توقفت، والبنت كانت تعبانه جدا، وامها كانت بتتألم، وجابت لها كوبايه ميه، والساحر امرها تكبها وما تشربهاش. قالت له الام سيبها تشرب بقى ميه. قال لها الساحر انا اللي قرر تشرب امتى. وقال للام اطلعي فوق مع جوزك وابنك. ولما رفضت امر البنت تجيب سكينه من المطبخ، وقال لها هعد لغايه 10، لو امك لسه موجوده اقتليها. والساحر بقى يعد، والبنت كانت بتبص لامها، والموقف كان بجد رهيب، بقى اداء تمثيلي اكتر من رائع للام جيوتي واسمها الحقيقي جيوتيكا، وبنتها في الفيلم جانفي واسمها الحقيقي جانكي. واول ما وصل لرقم 9 سابتها وسابتهم وطلعت فوق لجوزها وابنها. وفنراج قال للبنت انا هنام شويه، ولو اي حد نزل اقتليه. ونتفاجئ بلقطه مؤثره جدا لما شفنا الاب وهو بيحاول ينزل ويتهجم على الساحر، ولما شاف بنته في حاله وحشه جدا وبتعمل حمام على نفسها. بجد كان ابداع جديد للممثل أجاي ديفيجان، لانه اول فيلم رعب ليه. والام نزلت علشان تشوف بنتها، وقالت للساحر ان البنت محتاجه تنظيف، لكن الساحر كان مصمم ان البنت تقلع هدومها قدامه، وده عصب الام جدا. ولما حاولت تستر بنتها كانت هتموتها. ساعتها الام خدت السكينه من بنتها وجريت على فنراج ومسكت فيه، وحصلت خناقه كبيره ما بين الام وما بين الساحر. في اللحظه دي كان الاب بيحاول ينزل من الشباك واحنا مش عارفين ليه، وحاولت الام تقتله بالسكينه لكن وقعت منها، وجانفي كانت بتدور عليها. والام فضلت تضرب الساحر بايديها، والاب كان متعلق على الشباك بيحاول النزول. وراح الزوج ينقذ زوجته، لكن بنته ضربته بالسكينه في رجله. مسك بنته وهو بيتألم وربطها في سور السلم، وحصلت معركه كبيره ما بين الاب والساحر، وكان هيتغلب عليه، وكان بيقول له وهو بيضربه هتحرر بنتي ولا موتك. ساعتها الساحر ادى امر للبنت تضحك وما تتوقفش عن الضحك، وامرها تعلي صوتها في الضحك اكتر واكتر، وامرها تستمر في الضحك لحد ما تموت. ومن علو صوت الضحك الاب ساب الساحر وسد ودانه، واعلن هزيمته قدام الساحر اللي كان بيضحك وبيسخر منه وبيقول له ما قتلتنيش ليه. وفضل يستفز الاب ويقول له يلا موتني موتني لو كنت تقدر. والساحر قال للاب اقول لك سر، بنتك هتستمر في الضحك لغايه ما تموت، من غيري هتفضل لعبه من غير جهاز تحكم. وراح لجانفي وقال لها ابوكي وامك عايزين يشوفوكي بتضحكي زي الاول، وعايزينك ترجعي طبيعيه زي زمان، عايزين نحررك للابد. وقام قايل للاب والام الموضوع انتهى، سيبوا لي بنتكم تمشي معايا، اوعدكم اني احررها في اقرب وقت، انتم اللي ابتديتم وما تزعلوش مني في اللي هعمله فيكم. وفك جانفي وقال لها خدي السكينه واطلعي اقتلي اخوكي. والاب والام جري وراها، وقدر الاب يمسكها وحبسوها في المخزن، لكن قدرت تهرب منهم ورمت اخوها من فوق السطح. ساعتها الاب والام استسلموا للامر الواقع وحسوا بالضعف والهزيمه لما شافوا ابنهم بقى جثه قدامهم. وفجأة الولد اتحرك وعرفوا انه لسه ما ماتش. ساعتها الساحر قال لهم لسه عندكم فرصة تنقذوا ابنكم. الاب رد وقال له خد بنتي خد بنتي. قال لهم قول ورايا احنا بنديك بنتنا بموافقتنا للأبد. وكانوا في قمة الحزن وقعدوا يعيطوا. والاب ركب الولد العربية وقال للأم وديه المستشفى، وخد عجلة ومشي بيها. والساحر مشي بجانفي في الغابة لغاية ما وصل لبيت كبير، واتفاجئنا بان جانفي ما كانتش لوحدها، وان في اكتر من 100 بيت مسحورين زيها وهو المسيطر عليهم. وقال لهم جه الوقت، انتم مستعدين؟ شاوروا بالموافقة. وقال لهم تعالوا ورايا. وقال لجانفي انا وعدت ابوكي اني احررك في اسرع وقت، الليلة هحررك انتي والبنات دي كلها. وقال لهم بصوت عالي انتم مستعدين تكونوا احرار؟ وفضلوا يصرخوا بالموافقة. والاب راح لواحد صاحبه وفتح تليفونه على الخريطة، وبياخدنا مؤلف القصة للحظة اللي كان نازل فيها من الشباك وانتهز فرصة ان مراته ماسكة في الساحر، وخد تليفونه وفتحه وبعت بيانات الموقع لصاحبه، وخد موتوسيكل صاحبه وراح على مكان احتجاز بنته.
وهنا بنشوف الساحر فنراج وهو مجمع حواليه البنات حوالين حفرة نار كبيرة علشان يضحي بيهم في سبيل انه يحصل على القوة الكبيرة، القوة المضاعفة اللي هتخليه يتحكم في أي حد من غير ما يكون محتاج إنه يوكله السحر، ولكن بمجرد النظر على عينه يكون أسير ليه وتحت رحمته. وقال لهم كل ما ارمي عروسة سودة في النار هتتقدموا خطوة على النار، ولما أوصل للعروسة الحمراء هتنزلوا في النار علشان تتحرروا كلكم. وفضل يقول تعاويذه السحرية ويرمي عروسة ورا عروسة وهما بيتقدموا خطوة ناحية النار. والأب وصل للموقع لكن بنات كتير حاولت تمنعه من الدخول، لكن قدر يسيطر عليهم. ولما وصل وشاف المنظر لمحه الساحر وفضل يضحك. ساعتها في بنت ضربت كبير على راسه ودخل في حالة إغماء، والساحر قال للبنات هاتهولي هنا. وفي منظر مؤلم كانوا بيسحبوه من رجليه وهو بيبتدي يفوق وشايف بنته شايفاه وهو بيحصل فيه كده وما بتحاولش تدافع عنه، وشالوه ورموه قدام الساحر وقال لهم هو ده افضل اب في العالم. وقال له الساحر انت مش بتستسلم ابدا، ما كانش لازم تيجي هنا لان البنات هنا عندهم تعليمات ان لو في حد لمسني ياكلوه وهو حي. وابتدى يكمل الطقوس السحريه ويرمي عروسه ورا عروسه لغايه ما وصل للدميه الحمراء اللي البنات شافتها وبداوا يرموا نفسهم في النار. ساعتها الأب سحب قطعة خشب وضرب بيها الساحر في رجله، ولما اتألم الساحر ووقع كبير مسكه ومسك لسانه وقطعهوله، والساحر كان بيتألم جدا لما شاف كبير بيرمي لسانه في النار. ساعتها البنات هجموا عليه وكانوا فعلا هيبتدوا ياكلوه، لكن اتفاجئنا ان كبير بيشغل صوت مسجل بيقول نفس الكلمة اللي الساحر حرر بيها جانفي لما كانت في البيت، وبتضحك جدا لما قال لها ابتسمي زي ما اتعودتي، ارجعي لطبيعتك زي ما كنتي، انا بحررك للأبد، ارجعي لطبيعتك، ابتسمي زي ما اتعودتي، ارجعي لطبيعتك زي ما كنتي، انا بحررك للابد. ساعتها البنات سابوا الاب وابتدوا يعيطوا ويرجعوا لحالتهم الطبيعيه. ونقلنا المخرج للحظه اللي كبير كان في بيته مع ابنه وبيقول له انا عايز منك خدمه تسجل كل كلمه بيقولها الساحر. وعن طريق قص ودمج الكلمات على الكمبيوتر قدر يستخرج كلمات تحررهم من السحر. وقعد يدور على بنته في وسط البنات، ولما شافها فضلت تبكي وخدها في حضنه في لحظه مؤثره جدا. واوعوا تفتكروا الفيلم كده خلص خلاص، لا التقيل لسه في الاخر. كبير راح المستشفى والشرطه جات له وشكرته على اللي عمله، وقال له الضابط البنات دي دورنا عليها كتير وعن اوصاف الساحر لكن ما قدروش يلاقوه، وحتى بعد اللي حصل ما لقيوش ليه اي وجود. والشرطه سلمت البنات لاهلها والاسره اتلمت شملها. وبعد ما مرت سنه بنشوف كبير وهو في وسط الغابه وماسك في ايده فار ميت ونازل على السلم في غرفه تحت الارض، وبنشوفه رابط الساحر بالسلاسل وبيديله الاكل، والاكل كان عباره عن فار ميت وعلبه فيها اكل بايظ، وماسك موزه في ايده وكان الساحر بيشاور عليها لكن كبير كان بيذله وبيقول له لو انت كنت رب فالرب مش هياكل النهارده، لو انت كنت فاكر نفسك رب انا بقى راجل عادي. ولما يكون الراجل العادي اب بيتحول رب لاولاده وما بيقدرش ابدا انه يعبر عن حبه ليهم، وبيتحمل اي الم واي صعوبه في الحياه علشان يكونوا في امان. لكن انت كنت بتحاول انك تاخد العالم ده من اب. وقرب منه وقال له انا مش قلت لك انك هتموت هنا في الجحيم؟ دلوقتي هو ده جحيمك وانا شيطانك. وقال له اشوفك بكره وسابه ومشي. والساحر كان بينده عليه بصوت اخرس وصرخ وبكى ولا حد هيسمعه. وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه تكون استمتعت معانا بفيلم يستحق المشاهده، وان الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي. وبشكركم. كان معاكم هاني فؤاد والسلام عليكم.